السلام عليكم استاذ كريم. اوبر. اه يا فندم، رايحين على التجمع ان شاء الله. ان شاء الله، مول عنابه. ان شاء الله يا فندم. استاذنك بس يا فندم، التدخين ممنوع في العربيه. ليه العربيه صدرها وجع ولا ايه؟ لا يا فندم، هي بس العربيه عندها حساسيه شويه. هو بس حضرتك بتركب وبتنزل، في بعديك اطفال بتركب، في ناس كبيره بتركب. انا كابتن بدخن بره العربيه، ما ينفعش اخلي اصلا عربيتي ريحتها دخان او ريحتها سجاير. الحاجه التانيه ان حضرتك رحلتك ب 70 80 ب 100. السيجاره اللي انت مولعها دي ممكن تلسع الفرش، وده مش ممكن، ده اكيد. ادي ده فرش ب 5000 جنيه راكب، ادي لسعه وادي لسعه وادي لسعه هنا، غير تحت حضرتك فيه كتير. وبعدين يا فندم المشوار بتاعك كله ب 50 70 جنيه، فمش عشان 50 جنيه هتقوم مبوظ لي فرش ب 5000 جنيه. ايه يا عم، يعني 5000 جنيه لما تغير بيهم فرش؟ ما انتوا بتكسبوا قد كده. انا بلاقي الكباتن بتعمل 1000 جنيه في اليوم و2000 جنيه في اليوم. ايوه احنا بنعمل 1000 و1200، بس اللي بيطلع بيقول لك الارقام دي، ما بيقولكش ان احنا بنغير زيت كل اسبوع ب 1200 جنيه، وان احنا بنغير فرده الكاوتش الواحده ب 2500 جنيه، ان احنا ممكن نبقى واخدين مشوار ب 30 جنيه، طوبه في الازاز بتاعنا ب 2000 جنيه، ممكن نتخبط، ممكن نتحك، لسه في بوجيهات، لسه في فلاتر، لسه في جنوط، كل ده لسه في عموله الشركات. كل ده انت اللي بيقول لك ان احنا بنعمل الارقام دي ما جابلكش سيره عنه، ولا قال لك احنا بنصرف قد ايه، ولا قال لك قيمه العربيه عامله كام، ولا الصنايعي اللي بيمد ايده في العربيه يقول لك السلام عليكم بياخد كام. تصدق فعلا عندك حق، انتوا مصاريفكم كتيره. معكش ولاعه بقى؟